هيبقى عندنا عيادة أسنان كاملة. العيادة دي متنقلة بتروح البيوت. طبعا السؤال ده سؤال بنتسأله كتير جدا في العيادات، سواء الحالة هنقرر لها هنعمل تركيبات ثابتة او زراعات ثابته او مش هنعمل لها. طبعا كل حاله بيبقى ليها لازم نعمل لها حاجه اسمها كيس سيلكشن، او بنعمل لها اناليسيز لكل حاجه موجوده عندها. يعني اولا لازم اعمل كده اشعات بانوراما، واعمل سي تي سكان اشوف وضع العظم اللي موجود عند البيشنت ايه، واعمل له كلينيكال اكزامينيشن ابص عليه في البق اشوف وضع الحاله تنفع وهل تسمح اني اقدر احط لها زراعات ولا لا، وهل الحاله لو عندها عظم كافي، وممكن يكون حاله اللثه والتهابات في العظم شديده، فبالتالي الحالات دي ما بتنفع لهاش زراعات. الافضل في الحالات اللي زي دي نعمل كيس سيلكشن ونعمل اناليسيز محترمه للحاله عشان نقدر نقرر اذا كانت الحاله دي هينفع لها سواء تركيبه ثابته بزراعه او تركيبه فيكسد ككوبري ثابت، او ان هي يتعمل لها ريموفابل حاجه متحركه تتشال وتتحط. ده كده بالنسبه للبوينت دي عموما. والتركيبات عموما عباره عن 3 انواع، سواء تركيبه فيكسد عن طريق الزراعه، او تركيبه فيكسد عن طريق بريدجز او كباري بتبقى كباري ثابته على الاسنان اللي موجوده، او تركيبه ريموفابل اللي هي بتتشال وتتحط المتحركه، بتبقى عن طريق انها بتتاخد مقاسات، وبعد كده بتبقى زي خطوات او بلان بنحطها مع العيان لما بيجي، بيبقى بنحط له هنعمل 1 2 3، سواء مثلا هنيجي النهارده ناخد مقاس، المره الجايه بنعمل بروفا، المره الجايه بنعمل الانسرشن بتاعك او الاستلام، وبيبقى الموضوع سهل جدا ما فيهوش اي مشكله. وسواء حتى لو الزرع او التركيبه الفيكسد او الموفابل، الثلاثه بينلس، ما فيهمش اي الم، ما فيهمش اي تعب، هي مجرد متابعه بسيطه مع الدكتور كذا جلسه والموضوع بيخلص، ما فيهوش اي مشكله خالص. الحاجه الثانيه المهمه اللي برضو عايز اتكلم عليها البوينت اللي هي بتاعه الهوم كير، واحنا ان شاء الله هنتميز بالنقطه دي على مستوى اسكندريه في المركز عندنا ان شاء الله، في هيلث كير كلينيك ان شاء الله، ان هيبقى عندنا عياده اسنان كامله. العياده دي متنقله بتروح البيوت. في حالات كتير بتبقى ما بتقدرش تنزل من البيت، بتحتاج تعمل شغل في البيت، سواء خلع سواء حشو سواء تنظيف سواء زراعه جراحات، كل انواع الشغل بالكامل هيتم نقله من العياده بتاعت هيلث كير كلينيك، نعمل لك عياده جوه البيت. اضافه لكده ان احنا ان شاء الله عندنا كمان لو حد مثلا تعبان في مستشفى محجوز في عنايه مركزه، حب يعمل شغل داخل العنايه او داخل اوضه الغرفه بتاعته في المستشفى، هنقدر نعملها عادي خالص. بننقل عياده الاسنان كامله للمكان اللي المريض متواجد فيه، وبنعمل له كل الشغل ايا كان نوعه، من حشوات، من تنظيف جير، من تبييض، من خلع عادي، خلع متوسط، خلع جراحي، تركيبات بانواعها ان شاء الله كلها الثابته او المتحركه. حتى لو عايز يعمل حاجه تجميليه احنا تحت امر، ما فيش اي مشكله. وان شاء الله باذن الله كمان احنا هنبقى عندنا تعاقدات كويسه مع كذا مستشفى هنا في اسكندريه، بنعمل معاهم العمليات الجنرال انستيزيا للبنج الكلي للحالات اللي ذوي الاحتياجات الخاصه، الاطفال اللي بيبقى صعب جدا السيطره عليهم، او لحد سن كبير حتى لو في مشكله منتلي بيبقى صعب جدا نقعدهم على الكرسي. هنقدر ان شاء الله نهندلهم مع اساتذه تخدير محترمين جدا في مستشفيات احنا متعاقدين ان شاء الله معاها باسعار كويسه، هتبقى تابعه للمركز عندنا ان شاء الله. مجرد ان احنا بس بنعمل اكزامينيشن، بنجيب الحاله نبص عليها بصه مبدئيه، وبنحدد كل حاجه معاكم واحنا قاعدين ان شاء الله. كان معاكم دكتور هاشم بهاء الدين عمار، عيادات هيلث كير كلينكس. شكرا.